طلابي حبايب قلبي، طلاب الصف الرابع، اهلا بيكم في حلقه جديده وانتوا بتتفرجوا على قناه اتعلم مع مريم، ومعاكم مس سلمى طارق. النهارده هنتكلم عن lesson 2 الدرس الثاني في اليونت 1 او في الوحده الاولى بعنوان I feel good، يعني انا اشعر بخير. الدرس النهارده سهل وبسيط جدا، بيعلمك ازاي بيتم عمليه الهضم في جسمك، ايه اللي بيحصل لما نيجي ناكل، ايه اللي بيحصل في جسمنا، الاكل ده بيروح فين او بنستفاد منه ازاي، وكل ده هنشرحه على الجهاز الهضمي بتاعك. كلها كلمات سهلة، بس هي في كلمات جديدة علينا، ولكن المفروض ان احنا نحفظها عشان نعرف جسمنا ايه اللي بيحصل فيه. الدرس النهاردة بعنوان What happens. What happens يعني ماذا يحدث. What happens in our body when we eat. What happens ماذا يحدث in our body في أجسامنا when we eat عندما نأكل when we eat. هنتكلم النهاردة عن digestive system. digestive system ممكن نقولها digestive وممكن نقولها digestive، الأسهل ليك احفظه. digestive system معناها الجهاز الهضمي، system كلنا عارفينها وهي اسمها الجهاز، أما digestive معناها الهضمي، جاية منها verb digest. digest ده verb بمعنى يهضم. لما نقول we digest food يعني نحن نهضم الطعام. كل ده هناخده النهاردة بالتفصيل، وهناخد المراحل من أول ما نحط الأكل في بقنا لحد ما يتخلص أو الجسم بيستخلص منه الحاجة المفيدة والزيادة بيخرجها بره. كل ده هنعرفه مع بعض، ولكن هختفي لك بقى من الشاشة عشان أظهر لك الجهاز الهضمي اللي هو الدايجستيف سيستم، وركز معايا في كل كلمة وكبر الشاشة، وبقى تنسى تشترك في القناة عشان خاطر يوصل لك كل الدروس أول بأول. يلا بينا نيجي بقى نبتدي من أول ما بنحط الأكل في بقنا in our mouth. mouth يعني الفم. بنيجي طبعا ناكل ونحط الأكل في ايه؟ في الماوث، في بقنا. بنمضغه كويس. نمضغ معناها chew. chew يعني نمضغ الطعام، chew food. بنمضغه بإيه؟ with our teeth. بنمضغه بسننا، teeth أسناننا. بعد كده بيروح فين الفود؟ بينزل كده في أنبوبة اسمها esophagus. esophagus بايب، أنبوبة اسمها esophagus. يعني ايه esophagus؟ يعني المريء. المريء ده عبارة عن بايب، أنبوبة بتوصل الأكل from the mouth من الفم to the stomach إلى المعدة. stomach معناها المعدة، stomach، ودي خدناها في تالتة قبل كده. بيحصل ايه بقى في الاستامك، المعدة؟ mix food with liquid. الأكل اللي ما بيوصل المعدة بيختلط بسائل من عند ربنا سبحانه وتعالى عشان يسهل عملية الخلط. بيخلط الأكل ده كأننا بنضربه في خلاط كده. وبعد كده الكبد اللي هو الليفر. liver يعني الكبد، شايفينه اللي جنب المعدة ده. الكبد ده بيعمل ايه؟ بيستخلص الفاتس يعني الدهون. هو طبعا بيستخرج السموم والفاتس والأملاح، ولكن اللي مكتوب او المؤيد عليك اللي المفروض تعرفه في المنهج ان هو remove fats، يعني بيستخلص الفاتس اللي هي الدهون. بعد كده بقى بيروح الأكل من المعدة بينزل للإيه؟ small intestine. small intestine. small يعني حاجة صغيرة، صغير. intestine معناها الأمعاء. الأمعاء شايفينها اللي هي عاملة كده زي المنبار عندنا، يعني لو تعرفوه. small intestine يعني الأمعاء الدقيقة، بتكون حاجة كده رفيعة بيمشي فيها الأكل. وبعد كده بيروح لفين؟ لللارج intestine. large intestine معناها الأمعاء الغليظة.
دي بقى الأمعاء الدقيقة طبعا بتستخرج كل الفوائد اللي بيحتاجها الأكل، اللي بيحتاجها الجسم من الأكل، وبعد كده بيودي الزيادة لللارج انتستين، للأمعاء الغليظة اللي هي بتاخد الأملاح بتاخد الأملاح والمية بتوزعها على الجسم اللي احنا خدناها من الأكل، وبعد كده الباقي بقى بيروح فين؟ remove wastes، بيمشي أو بيستخرج في النفايات. حضرتك بقى بتروح تستخلص من الأكل ده في التويلت. فاحنا كده خدنا الدايجستيف سيستم. ده بيكون أولا المطلوب منك انك تعرفه الماوث، الفم، وبعد كده الأكل بيروح للستومك، معدة. طيب عن طريق ايه بيتوصل كده؟ بينزل من الأكل للمعدة كده على طول؟ لا طبعا، بيتوصل من خلال بايب، أنبوبة اسمها esophagus، يعني المريء، وبعد كده بيروح قلنا للستومك المعدة، والليفر الكبد، هو ده اللي بيستخلص الدهون اللي في الأكل. عشان كده بنقول ما تاكلش أكل فيه زيوت ودهون كتير، عشان كده الجسم مش بيستفاد منها، والليفر اللي هو الكبد بياخدها عشان يخرجها بره. طبعا المفروض كتر الدهون دي بتفضل على الكبد، فبالتالي بتجيب لك أمراض والعياذ بالله. فاحنا المفروض بنتعلم عشان خاطر نعرف الحاجات دي معناها ايه بالانجلش، وكمان نحافظ على جسمنا. هناخد بقى كل ده بالتفصيل دلوقتي من خلال ان احنا هنقرأ زي reading كده صغير، وهنترجم كل كلمة مع بعض كده بقى. واحنا بنقرأ هنبقى فاهمين كل اللي احنا بنقوله. اول سؤال اللي احنا عرضناه في الاول، what happens، ماذا يحدث in our body، في اجسامنا when we eat food، عندما نأكل الطعام. اول حاجة the esophagus، ذي خدت بالكو قلت ذي مش ذا، ليه؟ عشان esophagus أولها حرف vowel اللي هو الإي، فعشان كده بنكسر الذي، فبنقول the esophagus goes from the mouth، يعني بتذهب من esophagus دي اللي هو المريء، بيوصل من فين لفين؟ from the mouth، من البق to the stomach، لحد المعدة. Number 2، when the food moves from the esophagus، يعني عندما الطعام ينتقل، move معناها ينتقل، from من المريء to the stomach إلى المعدة، اللي بيحصل the liver الكبد takes out the fats، يعني ايه takes out؟ يعني يستخرج the fats الدهون. Number 3، food moves، يعني الطعام بينتقل، move يتحرك أو ينتقل، from the stomach يعني من المعدة to the small intestine يعني بيتحرك من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة. Number 4، the large intestine، large بقى اللي هي الكبيرة، الأمعاء بقى الغليظة، is around the small intestine، يعني ايه is around؟ يعني بتكون حولة، بتبقى لفة حوالين ال small intestine الأمعاء الدقيقة. بتعمل ايه بقى؟ it takes water، يعني بتاخد المية and salt والملح from food من الطعام for the body يعني إلى الجسم كله. وكمان بتعمل ايه؟ it removes waste، removes يعني تزيل، بتزيل waste النفايات اللي احنا بنخرجها في التويلت أعزكم الله. نيجي بقى هنا اللي بيحصل لما بنيجي ناكل. ريدنج تانية هتلاقي بقى فيها كل الحاجة اللي بتعرفها، ودي معلومات يا ولاد قيمة جدا 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 انك تعرفها كمان بالانجليش، فدي حاجة مميزة. اوعى تسمع للي بيقول المنهج صعب والمنهج تقيل علينا. مفيش حاجة يا ولاد تصعب عليكم، عشان انتوا شطار وكمان بتحفظوا كويس جدا. بالعكس ده انتوا هتبقوا اشطر من الناس الكبار اللي ما خدوش الكلام ده قبل كده. طيب when we eat بقى، when قلنا اتفقنا ان هي اسمها عندما، معناها عندما. when we eat عندما نأكل، ايه اللي بقى بيحصل في جسمنا؟ we use our digestive system، يعني نحن نستخدم use بمعنى يستخدم، وكل الكلمات دي
هنقولها ورا وهنحفظهم مع بعض تاني. We use our digestive system. بنستخدم الجهاز الهضمي بتاعنا to digest اللي قلتها في الأول لكي نهضم. digest أو digest على حسب. digest يعني نهضم. What we eat. ماذا نحن نأكل and drink ونشرب. We put food. نحن نضع الطعام. put معناها يضع. in our mouth. خلوا بالكم اسمها mouth مش mouths. الجمع بتاعها مش mouths. كنت عاملة فيديو قبل كده ازاي نجمع ال THS. يا ريت ترجعوا له او هحطه لكم في صندوق الوصف. المهم we put نضع الطعام في الماوث في الفم بتاعنا. we chew معناها نمضغ. we chew food بنمضغ الطعام with our teeth يعني بأسناننا. then هنا بمعنى ثم. بعد كده the food goes down. يعني ايه goes down؟ يعني بينزل the esophagus يعني بينزل للمريء. it arrives يعني إنه يصل. arrives هنا بمعنى يصل. in the stomach بيصل إلى الستومك المعدة. in the stomach في المعدة. the food mixes يعني بيختلط with a special liquid. يعني إيه؟ يعني سائل خاص. special liquid صنعه الله سبحانه وتعالى. بيعمل إيه بقى؟ the liquid السائل ده changes the food بيغير الطعام into energy. سبحان الله بيحول الطعام ده لطاقة and nutrients ومواد غذائية. بيستخلص من الأكل المواد المفيدة ليه والطاقة اللي محتاجها الجسم. وهي بصوا بيقول إيه؟ we need the energy. we need the energy يعني إحنا نحتاج الطاقة and nutrients يعني المواد الغذائية in our body اللي الجسم بيحتاجها. شوف سبحان الله الجسم بياكل مهما ياكل. المهم ان المعدة وظيفتها ايه؟ ان هي بتستخلص الاكل اللي احنا محتاجينه من مواد غذائية وطاقة، والباقي هو ده اللي بيستخدم، او الكبد اللي هو الليفر بيحوله لدهون، وكمان الزيادة بتخرج عن طريق اللارج انتستين عن طريق الأمعاء عشان برضو يستخلص منها المية والملح اللي جسمنا محتاجها، وبيخرج الباقي في النفايات. تعالوا بقى نشوف الكلمات المهمة اللي احنا خدناها عشان نعرف نقولها ازاي ونحفظها كويس جدا. أول حاجة digestive system. digestive system أو digestive system الجهاز الهضمي. digest يعني يهضم the verb digest. mouth فم. esophagus المريء. stomach معدة. small intestine الأمعاء الدقيقة. large عكسها بقى large intestine الأمعاء الغليظة. liver الكبد. waste الفضلات أو النفايات. mix معناها يخلط. special liquid سائل خاص. nutrients المواد الغذائية. fats الدهون. energy يعني طاقة. نيجي بقى للأفعال، ودي مهمة جدا نحفظها عشان نعرف نكون sentence صحيحة. move يتحرك. move. go down يعني ينزل. arrive يصل. arrive. take يأخذ. take out بقى مش معناها يأخذ، معناها يستخرج، يعني يخرج، بيخرج الحاجة. فتيك لوحدها يأخذ. take out معناها يخرج. chew يمضغ. chew. put يضع. put. remove يعني يزيل. change يغير. change. need يحتاج. تعالوا بقى نشوف طلابي حبايب قلبي ركزوا معايا في الدرس ويقدروا يحلوا معايا ده من خلال الكلمات اللي قالوها ورايا مرة واثنين وثلاثة عشان خاطر يبقوا شطار ويدخلوا المدرسة عارفين كل حاجة. when we eat we use يعني نحن زي ما قلنا نستخدم.
our digestive system يعني الجهاز الهضمي بتاعنا to digest لكي نهضم what we نقط and drink. عندك بقى فوق هنا كلمات nutrients المواد الغذائية، teeth أسنان، liquid سائل، eat يأكل، mixes يخلط. ها الdigestive system الجهاز الهضمي بيعمل ايه؟ بيهضم digest what we eat and drink ماذا نأكل أو نشرب. we put food نحن نضع الطعام in our mouths. we chew يعني نحن نمضغ، فاكرين chew يمضغ food الطعام with our ايه؟ بنمضغه بإيه؟ تمام with our teeth بأسناننا. then ثم the food goes down الطعام يذهب ينزل goes down the esophagus بينزل في المريء it arrives in the stomach وبيصل إلى المعدة. in the stomach بقى في المعدة اللي بيحصل the food mixes بيختلط with a special liquid بيختلط بسائل خاص. number 4 the نقط changes the food ايه بقى اللي بيغير change يعني يغير changes the food into energy بيحول الطعام إلى طاقة. ايه ده بقى؟ الليكويد السائل اللي احنا قلنا عليه في المعدة. يبقى the liquid السائل changes the food بيغير أو بيحول الطعام إلى طاقة energy and وإيه كمان nutrients ومواد غذائية. we need the energy نحن نحتاج الطاقة and the nutrients والمواد الغذائية in our body في جسمنا. أي حد مش فاهم أي حاجة يكتب لي في الكومنتس وأنا برد على كل الكومنتات. دلوقتي بقى هسيبكم مع الهومورك. هديكوا هومورك كده بسيط نحله وياريت تكتبوا لي الحل اللي انتوا عملتوه في الكومنتس وانا هشجعكم كلكم. وان شاء الله اللي هيكون متفاعل معانا ومواظب على كل الدروس ان شاء الله هنجيبه هيطلع معانا حلقة او على الاقل لو ما قدرش او في مكان بعيد هنذكر اسمه من الطلاب المجتهدة معانا في اول الفيديو. شكرا وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتخلوه على الكل عشان اول ما انزل فيديو جديد تكونوا اول ناس تشوفوه وتعملوا لي عليه لايك وتشيروه لكل اصحابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.